واحب اقول لكل صناع العمل ده شكرا ليكم على جهدكم وعلى التجربة الاستثنائية دي اللي بجد اسعدتونا وامتعتونا بيها. بجد شكرا، وعاوز اشوف مواسم من العمل والله، مش مجرد 15 حلقة وبس. مستنيكم في الجزء التاني بكل درجة من درجات الترقب. شكرا يا فنانين يا مبدعين. اهلا بيكم، وعيد سعيد عليكم وعلى كل احبابكم ان شاء الله، وعيد سعيد باذن الله على كل اخواتنا المستضعفين. ربنا ينصركم ويثبتكم باذن الله. ده بقى الجزء التاني والاخير لمناقشه باقي المسلسلات اللي انتهت في اخر يوم من رمضان. والمسلسلات دي هي الحشاشين لكريم عبد العزيز، بدون سابق انذار لياسر ياسين، جودر لياسر جلال، وكبرى لمحمد امام. لايك وسبسكرايب بقى يا شباب عشان ده فعلا بيساعد اننا نكمل. ويلا بينا على مناقشه النهارده. طيب، الفيديو ده هيبقى طويل شويه، فاعمل لك كوبايه شاي جميله كده وهات كحكك اللذيذ. مش الشاي ده يا حبيبي، مش الشاي ده، احنا في عيد. اقصد الكحك العادي الجميل اللي بسكر ده، مش كحك الشهادات ها. انا هخلي الكلام عن مسلسل جودر ومسلسل الحشاشين اخر حاجه، علشان في عناصر مشتركه بينهم عاوز اتكلم عنها شويه، من تطور في شكل الصوره وجوده المؤثرات وغيرها. وبجد بجد ما تفوتوش كلامي عن المسلسلين الجامدين والحلوين والمبهرين، جودر والحشاشين. شفت يا ابني الوزن والقافيه؟ ده انا لسه هقتبس كلام من الشاعر جمال بخيت في المناقشه دي. ده انا كاتب السكريبت بتاع الفيديو ده بمزاج. اصبر اصبر، فخلونا يلا نروح على مناقشتنا ونبدا بمسلسل بدون سابق انذار لآسر ياسين. فكره مسلسل محترمه ومناقشه لقضيه اخلاقيه مهمه. التمثيل بجد متقن من معظم الممثلين. الايقاع كان بطيء شويه وفي حلقات في النص ما كانش ليها داعي، لكن نهايه المسلسل كانت جميله وفيها مشاعر حلوه كتير، وظبطت كتير في درجه تقبلي وحبي للمسلسل ده. المسلسل حلو فعلا يا جماعه، وان كان مليان بمشاهد تقطع القلب زي مشاهد مرض عمر، لكن حتى مع صعوبتها علينا كمشاهدين هي خلتنا نحس اكتر بالمسلسل ونرتبط بيه اكتر. مسلسل مليان مشاعر واحاسيس، وده لان الممثلين عاملين دورهم كويس ومصدقين فعلا اللي هم بيعملوه. فطلع الشكل النهائي للمسلسل بالصدق ده، وخصوصا الطفل سليم يوسف في دور عمر. الواد تمثيله مؤثر جدا والله. الواد بيمثل احسن من ناس كتير بتقول على نفسها ابطال وليها مسلسلات كامله من بطولتها. ممثل ومع صغر سنه قادر يوصل بعيونه معاني كتير قوي. فالواد ده اكتشاف، ويا ريت نعرف ندير موهبته صح، ما نحرقهوش. عائشه بن احمد بقى، واللي كنت بحسها انها بارده في اولى الحلقات، للاسف كملت على نفس المنوال. كان نفسي اشوف لها لحظات تفجر، بس حصل خير. آسر ياسين بقى بالنسبه لي فمفيش عليه اختلاف. ممثل ممتاز ومبهر، وبجد واحد من التقال في الصناعه دي. كمان الاخراج لهاني خليفه كان متميز جدا. مخرج عارف كويس هو بيعمل ايه، وانت حاسس وشايف كويس جهده في كل حلقه، من توجيه للممثلين واختيار للكادرات او استخدام الموسيقى واختيارها اصلا في الاصل. مخرج متمكن، ودي اقل حاجه تتقال عنه. المسلسل بشكل عام قدر يقدم حالة إنسانية حساسة جدا، لكن ببساطة شديدة. قدر يخليك تحس بكل المشاعر دي بكل هدوء وباجتهاد حقيقي من كل عناصر العمل. فتقييمي لمسلسل بدون سابق انذار لآسر ياسين هو جيد جدا، وانصحكم بمشاهدته جدا. ونروح بقى لمسلسل كبرى لمحمد إمام. بصوا، انتوا تقدروا تعتبروه تقضية وقت لذيذ، هتسمع لك فيه كام إفيه حلوين وهتشوف لك فيه كام موقف يضحكوك، لكن ما تتوقعش منه ان عمل مليان وتقيل خالص. اقولها لكم اسهل على الدغري، المسلسل ده لايت كوميدي يشدك بس مش هتضحك فيه ضحك من قلبك يعني، لكن برضه مش هتتضايق منه، وهتبقى مستظرف مشاهده ومبتسم فيها كده. وده لان الفكره مهروسه 100 مره قبل كده، لكن الاحداث لذيذه وخفيفه بشكل جميل، فدي شطاره. كبرى بشكل شخصي بالنسبه لي كان تغيير مود بعد ما بشوف بدون سابق انذار. لان مسلسل بدون سابق انذار كان بيشربنا الحزن بمعلقه، فكوبرا كان بيفك الواحد كده. وبعيدا بقى عن اي تفاصيل او تعمق في الاحداث، انت هتشوف في المسلسل ده كميه مشاهد انت عارف هي هتخلص على ايه من وهي لسه بتبدا. وده لانك شايفها قبل كده في اعمال كتير مختلفه، منها اعمال للاستاذ عادل امام نفسه. لكن يحسب برضه للمسلسل ده انه عملها برتم سريع، احداث ومشاهد تم اخراجها كويس ومش هننط فيها عشان ما تزهقش، لان القصه زي ما قلت لكم اتعجنت 1000 مره قبل كده.
المسلسل ده ومع انه مش مصنف كمسلسل كوميدي الا انه كان خفيف ومقبول اكتر من مسلسلات تصنيفها كان كوميدي في موسم رمضان السنه دي، ودي ميزه تحسب لصناع العمل وخاصه للمخرج احمد شفيق. اداء الممثلين في المجمل كان كويس، ونقطه مهمه هي ان محمد امام كان واضح قوي انه حابب الناس اللي حواليه يظهروا بشكل كويس، كل واحد مفروض له وقته، وهو كان بيفرش لغيره عشان يقول الافيه بكل شطاره. محمد امام ممثل نظيف من جوه ومتربي. لكن من عيوب المسلسل ده كأداءات تمثيلية بقى كانت مشاهد شخصيتين بالاسم، دور احمد فتحي ودور منة فضالي في المسلسل ده. قولوا لي انتوا بقى ايه اللي بيعملوا احمد فتحي ومنة فضالي ده؟ هم معتقدين ان ادائهم كده مظبوط وانه كوميدي بقى وكده؟ ده اداء اوفر يا فندم، اداء كرتوني خالص وبشكل رخم، خصوصا دور احمد فتحي غير مقبول بالمره، وكنت بستغلسه جدا في المسلسل ككل. وجود كزبره لطيف، هو الواد عموما لذيذ وعامل الدور بشطاره وقادر يلضم بسهوله مع اي ممثل بيمثل معاه في اي مشهد، فبرافو. في العموم المسلسل ايقاعه لطيف وسريع، وبيبدا يحلو من الحلقه الثالثه والرابعه كده لما بتبدا رحله الهروب ونقابل المواقف المختلفه مع اصحاب كبرى أسقس وثروت وهشام اسماعيل، وبرضه ناس تانية بيقابلها كل فتره. المسلسل لطيف ومسلي، ورحلة كبرى في هروبه ومقابلته لاصحابه اللي كانوا معاه في السجن والمواقف اللي حصلت بينهم كانت حلوه ومكتوبه حلو. وتقييم النهائي لمسلسل كبرى لمحمد امام هو جيد. ونروح بقى لمسلسل جودر لياسر جلال، وندخل بقى في الاتنين الكبار والكبار قوي كمان، مسلسل جودر ومسلسل الحشاشين. واحب ابدا كلامي هنا بكلام للشاعر الكبير جمال بخيت ويوضح فيه رايه في المسلسلين دول. ثواني. الحشاشين عمل رائع، اساسه كاتب مثقف صاحب رؤيه ومخرج صاحب حرفه وانتاج ضخم يفكر في العالميه حتى لو اختلفنا في بعض التفاصيل. وجودر كذلك، لقاء بين كاتب شديد الثراء فكريا ومخرج شديد الثراء بصريا ومنتج يفتح بابا جديدا لقوة مصر الناعمة. حلو ها؟ لما احاول اعدد ايجابيات المسلسل ده سريعا هقول مبدئيا كده انتاج ضخم بجد، ابهار بصري لمعظم مشاهده، ديكور وملابس، تصوير ومؤثرات بصرية، اخراج وموسيقى. الصورة دي احنا مشوفناش قبل كده يا جماعة في اعمالنا المصرية او العربية. اداءات تمثيلية بجد عبارة عن دروس في التمثيل الا من بعض العناصر الضعيفة في المسلسل، لكن الاغلب فكلمة ممتاز قليلة عليه. ده مسلسل قادر يخليك تحلم بكم اعمال مبهرة بصريا ما كانش في خيال الواحد اننا هنقدر نوصل لها قريب خالص، فنتفاجئ بيها في وشنا في عمل زي ده. فحقيقي ابدعتم يا اساتذه. انا كنت مستمتع جدا بمسلسل جودر بتفاصيل عوالمه المبهره بصريا وبايقاعه اللي ما فيهوش مط نهائي، وده حصل بسبب الفرق الكبير بين مخرج بيستخدم الامكانيات الضخمه اللي تحت ايديه لخدمه العمل اللي هو بيقدمه وبين مخرج تاني بيستخدمها للاستعراض وفرد العضلات. هنعرف نفكر كذا نفجره، هنعرف نقلب العربيه دي نقلبها. لا، اسلام خيري مخرج شاطر بجد، قادر يوظف كل حاجه من موسيقى وصوره وكتابه ومؤثرات مبهره علشان يخدم عمله. مخرج فاهم كويس نوع الدراما اللي هو بيقدمه، الفانتازيا، فقادر يقدم لك مشاهد بدون ما يغالي في حاجه او انك تحس انه بيفرض عضلاته علينا. بالعكس، كل حاجه كانت بتظهر متوظفه صح جوه المسلسل ولخدمه قصته. كمان الكتابه للاستاذ انور عبد المغيث، كاتب فاهم قوي طبيعه العالم اللي هو بيكتب عنه وقدر يكتبه بشكل جميل. استخدم فيه جمل حواريه ممتازه جدا ومبهره في احيان كتير، وده استمتعت بيه بشكل شخصي. الممثلين كل واحد فيهم متسكن صح في دوره على الرغم من اعتراضي على ياسمين رئيس، لكن معظم الممثلين بيقدموا اجمل وافضل ما عندهم فعلا، وخاصه نور في دور شواهي ام الدواهي، دور عظيم واداء سلس وجميل. برافو بجد يا نور، لانك غيرت جلدك تماما من خلال دور مختلف في عالم مختلف. نور يمكن هي افضل اداء بالنسبه لي في المسلسل، حضور طاغي بجد وبتاخد العين فعلا. ما كنتش متخيل نور الطيوبه والكتكوته دي انها تكون الفيلن اللي يتعمل له حساب كده، لكن بصراحه ابدعت. ايقاع المسلسل كمان منضبط بشكل محسسني اننا شغالين فيه بقالنا كتير قوي، كل حاجه مظبوطه على الشعره زي ما بنقول. الموسيقى لحبيبي شادي مؤنس موسيقى حلوه ومريحه جدا ومناسبه جدا باختلاف تيماتها للعمل ككل. فريق المكياج في مسلسل جودر عمل شغل كويس قوي في كل تفاصيل المسلسل، في شكل ياسر جلال في المراحل العمريه لشخصيه جودر والاختلاف اللي بين الشخصيتين اللي بيقدمهم ياسر جلال نفسه سواء جودر او شهريار. تصميم الملابس كمان بديع بجد لكل العوامل اللي ظهرت في المسلسل،
مكياج الشمعيين حلو جدا، واللي لسه هنشوف شخصيات غريبة اكتر منهم في الجزء الثاني. مسلسل جودر عمل فني محترم قوي، ومعمول بروقان وحرفية وفانتازيا جميلة من قصص ألف ليلة وليلة. وتحية كبيرة وخاصة جدا لأروما ستوديوز على شغل الفيجوال افكتس المبهر اللي اتعمل في مسلسل جودر، وطلع لنا واحد من افضل المسلسلات اللي اتعملت من قصص ألف ليلة وليلة. احمد يا فايز، جامد ورائع ومبهر يا فنان يا عالمي. شغلك في تصميم ديكورات المسلسل ده وكمان مسلسل الحشاشين يقول بكل ثقة اننا قدام فنان مبهر، واثبتت قوتك وابداعك بشغلك الجميل والممتع بصريا ده يا ابني. والله عاوز اشكر بالاسم كل اللي اشتغلوا على ديكور المسلسل ده، لكن هحط لكم صورة نشرها احمد فايز نفسه لفريق عمل ديكور مسلسل جودر. وتقييمي النهائي لمسلسل جودر هو ممتاز، واحب اقول لكل صناع العمل ده شكرا ليكم على جهدكم وعلى التجربة الاستثنائية دي اللي بجد اسعدتونا وامتعتونا بيها، بجد شكرا. وعاوز اشوف مواسم من العمل والله، مش مجرد 15 حلقة وبس. مستنيكم في الجزء الثاني بكل درجة من درجات الترقب. شكرا يا فنانين يا مبدعين. ونيجي بقى للمسلسل الاخير، مسلسل الحشاشين، اللي اتكلمت كتير في الفيديوهات اللي فاتت عن الموسيقى والاخراج والاداءات التمثيليه سواء متميزه او ضعيفه، لكن في الفيديو ده انا عاوز اركز على حاجات بعينها من ايجابيات العمل عشان نوصل لتقييمه بشكل منطقي وفني. ونبدا سريعا بالاداءات التمثيليه. وطبعا ما دام قلنا اداءات يبقى هنبدا بكريم عبد العزيز. فنيا يا جماعه مش حب وكره يعني، اداء كريم عبد العزيز لدور حسن بن الصباح في مسلسل الحشاشين هو اداء متفرد ولا يقارن، واختيار موفق جدا لكريم عبد العزيز عشان يلعب الدور ده، لان في الحقيقه فحسن بن الصباح كان شخص مبهر للعامه، وكان قادر يكون له اتباع يضحوا بنفسهم علشانه. كان له كاريزما طاغيه قدرت تخليه يسيطر على العقول بالشكل اللي يخلي سيرته تفضل ممتده لحد النهارده. فلازم علشان اختار حد يجسد لي الشخصيه دي بكل عوامل الجذب اللي فيها ان اختار ممثل له كاريزما عاليه وله هو نفسه عوامل جذب عند جماهيره. فاختيار كريم عبد العزيز اختيار موفق جدا، وكريم بصراحه ما بخلش تماما باي جهد وادى دوره على افضل ما يكون. مشاهده في الحلقه قبل الاخيره والاخيره حاجه محترمه جدا، انت قادر تصدق توهانه وحيرته وغضبه والنار اللي جواه، قادر تصدق جنونه وانكساره، ورغم كده لسه بيتعالى بنفسه لما برزق يدخل يكلمه ويوهمه بكراماته ومكانته. مشاعر مركبه في نفس اللحظه، وكريم بحركات وشه وتون صوته وحركه جسمه قدر يوصلها لي كلها. برافو، قليل عليك يا كريم يا عبد العزيز. نيكولا معوض، افضل مشهد ليك في دور عمر الخيام هو مشهدك في رثاء صهبان البلان وانت قاعد قدام قبر صاحبك وبتبكيه. صدقتك جدا وحسيت بمدى اهدارك للفرصه، لان عندك اللي كنت تقدر بيه تحط دورك ده في حتة تانية يا عم نيكولا، لكن انت استسهلت. واداء المشهد ده خصيصا كان كفاية علشان اقول انك ممثل شاطر لكن كسول، لان مشهدك ده بجد كان ممتاز. فلما هقارنه بمشاهدك اللي فاتت هيظهر النقص الواضح في ادائك، والاختلاف هنا هو في طريقة تجسيدك نفسها. انت صدقت دورك في اخر مشهد وكنت بتعمل شغلك وخلاص في اللي قبله، فظهر المشهد الاخير صادق بالشكل ده مقارنة بباقي مشاهدك في المسلسل. سامي الشيخ، احنا كسبنا ممثل كبير قوي يا جماعه. دورك في المسلسل وانت برزق اميد علامه فارقه في تاريخك الفني يا سامي، واتمنى اشوفك تاني وتالت بعد ابداعك في اداء شخصيه برزق اميد. وبرافو اكيد للاساتذه فتحي ابو وهاب واحمد عيد، وكمان لميرنا نور الدين واحمد عبد الوهاب. كلكم عملتوا ادواركم بكل اجتهاد، صدقتكم جدا وابدعتم فيها فعلا. الكتابه واللي قلت عنها قبل كده انها كتابه متميزه لكاتب مبدع اسمه عبد الرحيم كمال. احسنت يا استاذ عبد الرحيم في كتابه القصه من وجهه نظر الغرب عن طائفه الحشاشين، واتمنى تكون مشارك في عمل يبرز القصه من وجهه النظر الاخرى. معرفش بقى انت هتشارك في الفيلم الحشاشين اللي هيعمله دكتور بيتر ميمي ولا لا، بس بصراحه اتمنى لان كتابتك بجد ليها طعم. باختصار، مسلسل الحشاشين هو واحد من افضل الاعمال الدراميه العربيه في تاريخ الدراما، ما شفناش قبل كده عمل بهذه الجوده على مستوى الاداءات والكتابه والتصوير والاخراج وطبعا الموسيقى. عمل فني متكامل ومبدع ومشوق جدا بصراحة. العمل ده كان مميز في كل النواحي يا جماعة، الإخراج وجودة وجمال الصورة كان شيء مبهر، الكادرات مميزة جدا، وتصميم المعارك بالذات كان مذهل. وينتهي مسلسل الحشاشين تنتهي قصة صاحب مفتاح الجنة، نهاية مليانة بالوحدة والذل والانكسار والضعف. نهاية أكيد حلوة، حب الذات والسلطة اللي خلى حسن بن الصباح يقتل كل حبايبه علشان ما طعوهوش.
فيكتشف في الاخر انه قتل الانسان اللي جواه هو نفسه، وبقى وحيد ومسجون تحت رحمة سجانه برزق أميد علشان ينتهي حسن الصباح ويموت بسلاح ياما استخدمه على غيره، سلاح المكر والخداع. هل انا بقى راضي عن نهاية حسن الصباح دي وانه مش هيقتل حسن الصباح غير حسن الصباح نفسه؟ انا موافق اكيد، لكن مش راضي على التسارع اللي اتقدمت بيه. ممكن لو كانت اتقدمت مشاهد لمعاناة شخصية حسن الصباح اكتر من كده كان ممكن يبقى كافي. فانا حسيت ان تقفيل المسلسل كان مصاب بشوية لهوجة، خلى الاحداث تبان متسارعة بالشكل ده وكأني مفيش وقت ويلا ننهي بسرعة. لكن ده ما اثرش على تقييمي للمسلسل اللي قلت قبل كده انه عمل بعد فترة من عرضه هنقول يا ريت يتعمل تاني اعمال زيه. فتقييمي لمسلسل الحشاشين بالكامل هو ممتاز، وشكرا جدا لكل صناع العمل على اجتهادهم الواضح فيه. وكلمة أخيرة بخصوص جودر بن عمرو المصري والحشاشين، المسلسلين دول معمول فيهم شغل وتصوير وسي جي اي بمستوى عالي جدا مش متعودين عليه في الدراما التاريخية ولا حتى الخيالية، ودي علامة ممتازة على تطور الإمكانيات والمهارات اللي تأهلنا نعمل أعمال تاريخية بمستوى محترم نحكي فيها الحكاية بأسلوبنا احنا، وكمان نحكي بيها قصص من تاريخنا. وبس كده، لايك وسبسكرايب بقى يا جماعة عشان ده فعلا بيساعد اننا نكمل. سلام.